السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساوناش في متابعة ولايك وتعطونا رأيكم في التعليق. أنا اليوم حبيت نشارك معكم يعني حاجة صغيرة، هي كيكة على شكل شنطة أو حقيبة يعني اللي هو الصاك، يعني مشاركة خفيفة. أنا هاد الكيكة عملتها بالبسكوي رولي ولا الكيكة اللي أنا كنت عملتها لاير كيك يعني نفس البسكوي، وقطعتها مستطيلات يعني 15 على 10. وكما راكم تشوفوا هاد الصوص الفراولة أنا شريته صراحة، لكن اللي ما عندهاش تقدر تجيب فراولة تحط لها شوية تاع السكر وتحطها فوق الغاز حوالي 15 دقائق، من بعد ترحيها بالميكسر يعني تديرها في الخلاط تتحصل على صوص تاع الفراولة. من بعد كما راكم تشوفوا راني نحط هذيك الكريم شانتي، انا حطيت كريم شانتي وحطيت يعني شوكولاته، كريم شانتي شوكولاته، لانه دائما نعرفوا انه الفراوله والشوكولاته يعني مزيج رائع. ونبدا نحط في الطبقات تاعي بلا ما ننسى انه لازم نشمخوا الكيكه تاعنا باش تجينا خفيفه ما تجيناش ناشفه وثقيله. فانا هنايا يعني حطيت الحليب وفانيليا، نتوما اللي حب بالعصير بالقهوه بالحليب بالشربات اللي هو القطر يعني اختياري. هنايا بعد ما نكمل كامل هادوك الطبقات، طبيعة الحال انتوما الا حبيتو بالكيكة الاسفنجية تعملوا بالكيكة الاسفنجية. من بعد هنايا بعد ما نكمل كامل هاد الطبقات نجيب السكين ونقطع الحواف، يعني نحاول ناخد شكل الشنطة شكل الصاك يعني حقيبة اليد. وانتم طبعا كما تحبوا يعني الشكل، كاين اللي يحبوه مربع يعني كاين حقيبات تاع الايد مربعه، كاين يعني هذا يكون اختياري، لكن انا عملتها طريقه معينه. واللي ما عرفتش مثلا تحط شنطه قدامها حقيبه وتقعد يعني تشوف الشكل تاعها. من بعد هنا نحط الكريمه، كي نكمل كامل الكريمه على هذه الكيكه نحطها في البراد حوالي نص ساعه. نتوما ممكن هنا راكم تشوفوا انا ما حطيتش الكريم شانتيه بزاف يعني، لانه صراحه هاد الكريمه صديقه عفوا هاد الكيكه الوحده صديقه ليا، فلا هما يحبوا الكريمه كثير ولا احنا نحبوها، وحنا اللي كنا راح ناكلو صراحه هاد الكيكه، فلهذا السبب ما عملتش الكريمه بزاف. هنا جبت المترة اللي عندها مسطره، اللي عندها يعني اللي متوفره عندك في المنزل، ونقيس الكيكة هذه. علاش؟ باش نصير نقطع عجينة السكر اللي كنت لونتها باللون الأحمر، باش ما نحطوش كامل العجينة ونتغبنوا فيها ومن بعد راح نقطعوها ونخسروا فيها لأنه راح يلصق فيها الكريمة. فأنا لا مثلا قصت الحواف تاع يعني الجهتين تاع الحقيبة اليد شحال من سنتيمتر وشحال من هذا، فنقيس ونحطهم. من بعد نزيد كذلك الوجه تاع الحقيبة شحال فيها يعني نزيد نحط، عرفتوا هكا باش ما نخسروش عجينة السكر تاعنا. صدقوني هاد الكيكه جات بزاف هايله وصاحبتي فرحت بيها بزاف بزاف بزاف، يعني اللي وهله قالت لي انتي ليش حاطه الشنطه بالصينيه، يعني والله العظيم يعني اول ما شافتها كانت شاكة انه كيكة. كما شفتوا هنا نجيب مقص، انا هذا المقص شريته وغسلته حطيته فقط نستخدمه للعجينة السكر، لانه يجي الحواف تاعو خفيف وهو صغير يعني ما راحش يغبننا في العمل. يعني شفتوا الانسان يخمم فقط ويقدر يخدم اي شيء في بيته بابسط الاشياء. كما شفتوا لحد الان مازال ما عنديش اللوازم تاع الحلويات، لكن شوية شوية ويعني وما نقعدوش مربعين يدينا. هنا نكملوا الجهتين، من بعد نجيو للوجه تاع الشنطة. انا عملته نص فقط لانه راني رايحه نغلف هذاك اللي يجي من الفوق، يعني شفتوا الشنطة كيفاش تفتح، فانا عملت نص لانه كثرة عجينة السكر والناس كامل ما تحبهاش بزاف معناتها، يعني باش ما تروحش خسارة وما تقعدش تترمى في الصحون. فعملت هذا الوجه، شوفوا كيفاش ما كملتوش كامل للفوق. من بعد نجيب هذا السكين تاع المنشار، يستحسن يكون تاع المنشار باش يعملنا هذوك الأسنان، ونغواسيو هاد الطريقة. شوفوا صراحة ما تعملوش مثلي، فتحوا العجينة تاعكم اعملوا هاد الطريقة من بعد لصقوها
في الكيكة تاعكم باش ما تغبنكمش. أنا أول مرة يعني أول حاجة درتها كيما هكذا، من بعد كملت بنفس الطريقة، يعني نفتح العجين نعمل هادوك المربعات أو المقروطات، من بعد نحطها فوق الكيكة. هنا غلفتها كيما شفتوا من القدام غلفتها من اللور، من بعد نجي نغلف هذيك القاعدة الفوقانية. شوفوا واش خليت هذيك من الفوق وشوية في الوجه الكيكة، يعني هذا هو كيما نقولوا احنا اللي نغلقوا به الشنطة. ونكملوا يعني شوفوا كيفاش. من بعد نجيبوا حرابيش هكذا رقيقة، نخدموا حربوشات رقيقة، ودايما نحطوا الكاس تاع الماء والبانسو اللي هي الفرشات باش تخدموا خدمة نقية. ونقعدوا نديروا هادوك ساير داير على الشنطة كأنه خياطة يعني، ومربع صغير ولا معين ولا اللي تحبوه باش نحطوه في وسط الشنطة. هذا كان يعني باش نحطوا فيه مثلا الماركة تاع الشنطة ولا عرفتوا. نكمل كامل بهذه الطريقة. من بعد نجيب عجينة تانية، أنا لونتها باللون الأصفر لأنه رايحة نلونها يعني اللون الذهبي، فيعني يستحسن أنك تعملي الأصفر لأنه الأصفر قريب للذهبي كما راكم تلاحظوا. حرابيش هكا، بعد نقطع هادو القطع الصغيرة وندير دائرة داخل دائرة كامل، ونكمل باش نديرو هادوك السلسال أو السلسلة تاع الحقيبة اليد. نكملوهم كامل هكاك، يعني حاجة يعني سهلة إن شاء الله بإذن الله يعني. وإذا كان حبيتوا نعملها لكم هاد الكيكة مفصلة يعني، ممكن يعني تكتبوا لي في التعاليق، وبإذن الله نعملوها مع بعض يوم تاني. كما شفتوا هنا حطيت هاد الدوائر، ومن بعد نبداو نلصقوا بالماء، نحطوا الماء ونديروا فيهم هذاك السلسال باش نتحصلوا على هاد الشنطة أو الحقيبة اليد الرائعة. ما تنسوناش في لايك ومتابعة ومشاركة، وإن شاء الله تكون عجبتكم هاد الحلقة وشاهيناكم في الجنة.